استمتع بقضاء الله. سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ألقي في البحر وهو صغير وعاد إلى أمه، تربى في القصر ثم خرج خائفا يترقب، كان وحيدا فقيرا فرزقه الله بزوجة ومأوى وعمل. العز اللي عم يمر فيه قال الله تعالى له: ولتصنع على عيني. لما تمر بتقلبات وكروبات بس اسأل نفسك ماذا يريد الله مني الآن؟ بده إياك لما تمر بالكرب والبلاء تستمتع بالاستغفار والالتجاء والدعاء، ولما تمر بالسعة والرخاء تستمتع بالشكر على السراء. قدرك رح يلاحقك وقضاء الله واقع عليك ولو هربت منه، والمكتوب لك لن يضيع طريقه إلى غيرك، فقط استمتع بقضائه. لذلك كان في أبيات شعر رائعة تقول: لا تيأسن إذا اشتدت بلاياك، ففي السماء إله ليس ينساك، إن يظلموك فعين الله ناظرة، أو يخذلوك فتلك العين ترعاك.